رسميا انتهاء مرحلة نصف النهائي من البطولة العربية بتأهل نادي النصر السعودي على حساب نادي الشرطة العراقي، وتأهل نادي الهلال السعودي على حساب نادي الشباب السعودي. بس في الأول ما تنساش تعمل لايك وانت شرفت مشترك في القناة، ويلا نخش في الفيديو. هنبدأ مباراة نادي النصر السعودي والشرطة العراقي اللي انتهت بنتيجة 1-0 لصالح نادي النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء لكريستيانو رونالدو. ركلة الجزاء اللي جت في الدقيقة 75 عن طريق ساديو ماني. في كلام كتير طلع بعد المباراة ان ركلة الجزاء مش ركلة جزاء وان هي اصلا مش فاول، وكان في لمسة يد على ساديو ماني قبل ضربة الجزاء اصلا. وكل الانتقادات اللي بتطلع بعد كل مباراة ديت فدوت يدل على سوء التحكيم في البطولة دي. الصراحة التحكيم مش أحسن حاجة. وكريستيانو رونالدو سجل الهدف الرابع ليه في البطولة والهدف الرابع ليه في المباراة الرابعة على التوالي، وبكده يكون الدون كريستيانو رونالدو هو هداف البطولة. بس نادي الشرطة بجد 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 قدم مباراة كبيرة وقدر ان هو يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية، رغم ان هو اقل نادي في الاندية المشاركة من حيث القيمة السوقية، بس قدر ان هو يوصل لنصف نهائي البطولة العربية وقدم مباراة جيدة قدام نادي النصر السعودي. الناس اللي بتقول ان هو كان بيدافع، ما هو الطبيعي ان هو يدافع، نادي بيلعب على امكانياته. نادي النصر السعودي القيمة السوقية بتاعته 153 مليون يورو، نادي الشرطة العراقي القيمة السوقية بتاعته 3 مليون يورو، فرق 150 مليون يورو. فالطبيعي ان هو يدافع، كل نادي بيلعب على امكانياته. بس رغم اختلاف القيمة السوقية الكبير بينهم، نادي الشرطة العراقي قدر ان هو يكون ماسك نفسه قدام هجوم نادي النصر السعودي. هجوم يعني ماني وتاليسكا وكريستيانو رونالدو، وهجوم كاسح حرفيا. قدر ان هو يمسك نفسه قدامه لحد الدقيقة 75. كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة افضل لاعب في نصف نهائي البطولة العربية. هنروح للمباراة التانية، المباراة اللي كانت بين نادي الهلال السعودي والشباب السعودي. مباراة قمة حرفيا، مباراة كانت جميلة أوي أوي، اللي انتهت بنتيجة 3-1 لصالح نادي الهلال السعودي. بس الصراحة نادي الهلال السعودي بيلعب بطريقة حلوة أوي. يعني الكورة تحس إن هي معاهم سهلة، بيلعب بطريقة حلوة الصراحة. نادي الشباب السعودي ما كانش مقدم أحسن حاجة الصراحة. اللي كان ظاهر في نادي الشباب السعودي أحسن اتنين اللي كانوا بيلعبوا، اللي كانوا نازلين تحس إن هم عاوزين يكسبوا، هو بانيجا وكويلار. الاتنين دول هم كانوا احسن اتنين في نادي الشباب السعودي في المباراة. هنروح لمسجل الهدف الاول لصالح نادي الهلال السعودي هو محمد كنو اللي بيقدم اداء جميل مع نادي الهلال السعودي، اداء الصراحة. عارف انت الاداء الرجولي ده، بيقدم اداء حلو قوي. واستطاع ان هو يسجل الهدف الاول بصناعه من روبن نيفيز اللي بيحط بصمته في كل مباراه، هو وميلكوفيتش سافيتش اللي استطاع ان هو يصنع الهدف الثاني لمالكم. الصراحه الصفقتين السوبر اللي نادي الهلال السعودي جابهم، اللي هو ميلكوفيتش سافيتش وروبن نيفيز، الاثنين بيعرفوا كل مباراة يحطوا أثرهم، بيعرفوا يبرزوا، إما يشاركوا بهدف أو يشاركوا بأسيست. مباراة الاتحاد السعودي روبن نيفيز شارك بأسيست، ميتكوفيتش سافيتش شارك بهدف بأسيست من روبن نيفيز. المباراة ديت روبن نيفيز استطاع إن هو يصنع أسيست لمحمد كانو وفي الهدف الأول، وفي الهدف الثاني ميلكوفيتش سافيتش استطاع إن هو يصنع أسيست. طلع بالكوره بعد كوره عرضيه من سعود عبد الحميد، ميلكوفيتش سافيتش طلع في الهواء واستطاع ان هو يهيئها لمالكوم براسه، ومالكوم سجل الهدف الثاني لنادي الهلال السعودي على نادي الشباب السعودي. ودي كانت نهايه الشوط الاول في الدقيقه 45. ونروح لبدايه الشوط الثاني والهدف العالمي اللي اتسجل من كره ركنيه متعرضه عن طريق بانيجا، الدفاع يصدها تطلع بره تروح لكويلار يحط قصيفه حرفيا. اللي ما شافش الجول دوت يروح يشوفه، احسن جول في المباراه، من احسن الاهداف اللي في البطوله، اذا ما كانش الاحسن. انا ما اعرفش كل الاهداف اللي في البطوله، فما اعرفش احكم على بقيه الاهداف اذا كان ده احسن هدف ولا لا. بس الهدف عالمي الصراحه. استمرت المباراه لحد الدقيقه 90، لحد ما استطاع عبد الله الحمداني ان هو يسجل الهدف الثالث لصالح نادي الهلال السعودي عن طريق اسيست بالكعب، جميل قوي
من سالم الدوسري. نادي الهلال السعودي قدم مباراة كبيرة قوي، وبيقول لي نادي النصر السعودي انا جاي لك ومش خايف منك وهعرف اكسبك. نادي الهلال السعودي بكل سهولة يقدر يكسب نادي النصر السعودي، وخصوصا ان في هفوات دفاعية كبيرة قوي في دفاع نادي النصر. نادي الشرطة العراقي راح بكام كورة وكان يقدر يسجل، ان هو كان يقدر يسجل منهم التعادل. الهفوات الدفاعية لدفاع نادي النصر السعودي لو ما اتحلتش، نادي الهلال السعودي ممكن يشيل نادي النصر السعودي سكور، وخصوصا ان دفاع نادي الهلال السعودي دفاع قوي جدا يعني، مع وجود خالد كولوبالي ومحمد كنو وسعود عبد الحميد اللي مقدم اداء عالمي الصراحه. بس مع وجود الهفوات الدفاعيه اللي في نادي النصر لو استمرت في المباراه ديت، نادي الهلال السعودي هيستطيع يسجل بكل سهوله، وهيكون من الصعب على نادي النصر السعودي ان هو يسجل التعادل. لازم نادي النصر السعودي يكون واقف فرق كويس، دفاعه يكون واقف فرق كويس. بالنسبه للهجوم ونص الملعب، انا مش خايف على نادي النصر السعودي من الهجوم ونص الملعب، لان هجوم نادي النصر السعودي جامد قوي، ونص الملعب كذلك مع وجود بروزوفيتش وسيكو فوفانا. الاثنين دول مقدمين اداء لحد الان جامد قوي. نادي الهلال السعودي استطاع ان هو يحقق الفوز بنتيجه 3-1، برغم ان عبد الله المعيوف الحارس الاساسي بتاع الفريق كان مطرود من الفريق من الدقيقه 26 بعد كوره، بعد ما لمس الكوره، بعد الكوره انفراد، مش انفراد قوي يعني، هو كان طالع بره المنطقه فاللاعب شاط الكوره كانت هتخش جول فهو صدها بايده. هي يعني اللي هو تاتش بس، خد طرد يعني كأنه منع هدف. وبس كده يكون تأهل نادي الهلال السعودي والنصر السعودي إلى نهائي البطولة العربية، علشان نشاهد قمة سعودية كبيرة بين كريستيانو رونالدو وساديو ماني وتاليسكا والناس الحلوة دي كلها، وميليكوفيتش سافيتش وروبن نيفيز وسالم الدوسر وعبد الله عبد الحميد، والناس دي كلها هتكون مباراة، وخصوصا الجمهور هيكون عامل شغل جامد قوي، والمباراة هتكون في الملعب جامدة، وخصوصا ان هي نهائي. فتوقعاتكم وهارد لك لنادي الشباب السعودي، وهارد لك نادي الشرطة العراقي. بجد نادي الشرطة العراقي نادي يحترم، نادي قدم مستوى كبير قوي. واللاعب بنانجا كذلك لاعب مهاري، عارف انت اللي اقول لك اللاعب دوت خامة نظيفة، لاعب خامة نظيفة فعلا. لاعب بلينج ده يعني تحب تبص له كده تقول عليه مفيش لياقة، مفيش اللي هو اللاعب المهاري الجامد، لا بس لاعب لمسته للكورة عالمية، لاعب الصراحة من طراز عالمي. بلينج ده لاعب حلو قوي. وبس كده توقعاتكم من هيفوز بالكأس؟ هل هو النصر السعودي ام الهلال السعودي؟ ويلا سلام.